كنا بنأجر شقتنا من 10 سنين لحد اسمه عماد. مش بس جار، كان أخ كبير بيحضر مناسبتنا، بياكل معانا وبيعرف أسرارنا. كنا بنعتبره من أهل البيت. كبرنا سوا وعشنا سنين حلوة ومرة. ولما الدنيا ضاقت عليه مرة ورا التانية، عمرنا ما قلنا أدفع، كنا بنقول شد حيلك بس. لحد ما في مرة اختلفنا، خناقة بسيطة على ميعاد الإيجار أو صيانة بسيطة. فجأة الراجل اللي كنا معتبرينه سند رفع علينا قضية، مش واحدة 3، وبيقول إننا بنتعدى عليه وإنه اتأذى نفسياً. وقفنا في المحكمة مش مصدقين. إزاي العشرة والعيش والملح يتهزوا كده؟ الجار اللي كان بيدخل بيتنا من غير استئذان بقى بيبص لنا من بعيد بنظرة خصم. كل ورقة تقدمها للقاضي كانت خنجر في ظهر العشرة. إحنا مش زعلانين على الشقة، إحنا مكسورين على القلب اللي آمنا بيه. وعرفنا بعدها إن مش كل 10 عمر بتعيش، ومش كل حد نآمن له يستاهل الأمان.